واحدة من الأحداث التي الهامة جدا التي رافقت مسيرة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب هو مغادرة اللاعب ماركو فرج لاعب منتخبنا الوطني للبعثة من أجل التوقيع لفريق فينيزيا الناشط في المستوى الثاني من الدوري الإيطالي. لكن الأمر حتى الآن غير واضح، والرابعة الرياضية انفردت يوم أمس بتفاصيل خاصة عن هذا الموضوع، وتحديدا من المدير الرياضي لنادي فينيزيا إليساندرو باسو الذي تحدث بشكل واضح عن هذا الموضوع لمراسلنا من في إيطاليا. قال: لم أسمع أي شيء من الإدارة الرياضية بخصوص هذا الأمر، ولا نملك أي معلومة حتى اللحظة حول التعاقد مع اللاعب المذكور. لتفاصيل أكثر حول هذه القصة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا مباشرة مراسل الرابعة الرياضية من إيطاليا تحديدا من مدينة ميلانو غازي العمري. غازي، مساء الخير، سعيد بظهورك الأول معنا في منتصف النهار. أنت تابعت القصة بشكل مفصل، ماذا حدث بالضبط حول قضية انضمام ماركو فرج من عدمها إلى فريق فينيزيا؟ نهارك سعيد زميلي أحمد، سعيد جدا بهذا الظهور. تحياتي لك، تحية للكابتن قصي ولكل مشاهدي قنوات الرابعة الرياضية. بالفعل مع انتشار في الآونة الأخيرة كل هذه الأخبار التي تربط ماركو فرج بفريق فينيسيا، أردت التحقق من صحة هذه الأخبار أو الشائعات من عدمها. تواصلت مباشرة مع المنسق الإعلامي لفريق فينيسيا السيد أليساندرو باسو، تحدثت إليه وسألته، أحطه بكل هذه التفاصيل التي تحيط باللاعب ماركو فرج وإمكانية انتقاله لفريق فينيسيا. كان جواب المنسق الإعلامي لفريق فينيسيا أنه لم يسمع أي شيء من الإدارة الفنية أو من القسم الإداري لفريق فينيسيا فيما يتعلق بهذا اللاعب بالتحديد، وبالتالي لم يؤكد خبر التفاوض مع اللاعب ماركو فرج، ولكن في نفس الوقت لم ينفي الأمور بشكل كامل. قال فقط أنه حتى اللحظة لم ترده أي أخبار من القسم المسؤول عن انتقالات اللاعبين في إدارة فريق فينيسيا فيما يخص هذا اللاعب بالتحديد. سألته إن كان بالإمكان الحديث أكثر في حال ذهابي لمدينة فينيسيا لإجراء مقابلة حصرية مع أحد الإداريين للوقوف أكثر على تفاصيل هذا الموضوع. قال فريق فينيسيا لا يستطيع الحديث عن لاعب هو ملك لفريق آخر ولم يوقع أو لم يتم التفاوض معه بشكل رسمي في فينيسيا، وبالتالي حتى اللحظة على ما يبدو أن الأمور ليست في موقع على الأقل يسمح لفريق فينيسيا بالحديث عن إمكانية وصول ماركو فرج للفريق من عدمها أحمد. ولكن في الميركاتو غازي، أنت تعرف جيدا أنه في مثل هذه الحالات النفي قد لا يؤكد أن الموضوع لم يحدث أو لن يحدث مستقبلا. بكل تأكيد أحمد، هذه استراتيجية عادة ما تمارسها الأندية، خاصة عندما لا تكون الأمور في مرحلة متقدمة من عملية التفاوض. يتم التكتم، يتم عدم نشر الخبر حفاظا ربما على سرية هذه المفاوضات التي تجري، حفاظا على خصوصية اللاعب وخصوصية النادي المعني. نعرف أن ماركو أحمد لديه عقد مع فريقه النرويجي حتى نهاية شهر ديسمبر من العام القادم، وهو حاليا متوقفة فترة اللعب في الدوري النرويجي. نعرف الدوري النرويجي يلعب في فترة الصيف بسبب صحيح. البرد الشديد، ولكن فترة الانتقالات الشتوية بشكل رسمي في بالنسبة للفيفا لم تفتح بعد، وبالتالي حتى فينيسيا في حالة توصل لاتفاق على الأقل شفهي مع ماركو فرج لن يتم الإعلان عنه قبل أن يفتح باب الانتقالات بشكل رسمي في شهر يناير ليتمكن اللاعب ماركو في حال إتمام المفاوضات بشكل ناجح والوصول لفريق فينيسيا. بشكل عام أخيرا غازي، ما أريد أطول وياك أكثر، نتحدث عن وضع فينيسيا بالسيري بي، كيف سيكون خصوصا وهو الآن في المركز الرابع مع التعاقد مع ماركو فرج في حال تمت الصفقة، كيف سيكون مفيد هذا الموضوع للفريق؟ بكل تأكيد نعرف إمكانيات ماركو، اللاعب المفيد، اللاعب الجناح المميز، سيعطي إضافة بكل تأكيد لفريق فينيسيا حال وصوله، الفريق الذي ينافس للعودة لبطولة السيريا. في المواسم الأخيرة فينيسيا كان يتراوح ما بين الصعود والهبوط، ولكن مع الإدارة الأمريكية الحالية هناك مشروع طموح
في مدينة فينيسيا يتحدثون عن بناء ملعب جديد، هناك مشروع رياضي واعد، وبالتالي وصول ماركو سيكون مفيد لفريق فينيسيا وأيضا لتطور اللاعب ماركو، خاصة في حال صعود فريق فينيسيا في الموسم المقبل. حاليا في المركز الرابع، نعرف في بطولة السيري بي يصعد بشكل مباشر صاحبي المركز الأول والثاني، ومن المركز الثالث حتى المركز الثامن يلعب ملحق لصعود فريق ثالث إلى بطولة السيري بي السيري آ. نتمنى أن يكون هذا الفريق هو فريق فينيسيا، خاصة في حال وصول ماركو فرج. نقطة أخيرة فقط أحمد أريد التنويه إليها، أن من يتابع فريق فينيسيا ونحن نتابعه منذ سنوات هنا في إيطاليا يعرف أن هذا الفريق يهتم بشكل كبير بسوق اللاعبين الاسكندنافي. يعني كان لديه اللاعب بويان بالو من فنلندا، كان لديه اللاعب إليرتسون من أيسلندا، وحاليا ينشط في صفوفه لاعبان أيضا اسكندنافيان، هما اللاعبان بيرغاسون اللاعب الأيسلندي وأيضا اللاعب النرويجي إيميل بوهينن. وبالتالي كل هذه المؤشرات تقول أن إمكانية وصول ماركو فرج عالية، ولكن حتى اللحظة النادي لا يريد تأكيد هذه الأخبار لعدم الاتفاق ربما بشكل كامل مع اللاعب ماركو. أخيرا أنا ما خلص يعني ختمت وياك، ولكن هو فينيسيا ولا فينيزيا؟ لأنه بالإنجليزي مكتوب بالزت. لا، في إيطاليا حرف الزت يلفظ اس، فينيسيا مثل لاتسيو هو بالزد ولكن يلفظ لاتسيو، وبالتالي في اللكنة الإيطالية حرف الزت ينطق اس. شكرا جزيلا غازي لهذا الإيضاح لهذه التفاصيل، وراح نبقى متواصلين خلال الأيام القادمة لمعرفة تفاصيل أكثر في حال ورودها. شكرا جزيلا لغازي العمري.